السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في بودكاست أنا نفسي أتغير. الحقيقة حبيت إن أنا أختار اسم جديد واسم مختلف، لأن الاسم ده بيعني لي أنا كتير جدا جدا. فحابة النهاردة قبل الفطار إن أنا أقول لكم إني اتعلمت حاجات كتير جدا، ومش كتير قوي يعني، بس في حاجات من الدروس اللي أنا بسمعها لمحمد الغليظ أفادتني جدا ولمست قلبي قوي. يعني هو كان بيشرح كده في حلقة من الحلقات يعني، أو فيديو من الفيديوهات من السلسلة اللي هو بيقدمها قبل الفطار. كان بيقول جملة جميلة جدا. كان بيقول أنا مش عايزة أقول النهاردة إلا كلمة واحدة بس: اللهم لك الحمد. فعلا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد إن أنت بلغتنا يا رب رمضان. اللهم لك الحمد إن ربنا جعلنا إن احنا ندرك الشهر الكريم ده. اللهم لك الحمد. فعلا دي نعمة كبيرة جدا جدا إن أنت تعيش في وقت أبواب الجنة كلها متفتحة وأبواب النار كلها مقفولة، ولله عز وجل كل ليلة عتقاء، والشياطين مرضت ومتكتفة، وكأن الله عز وجل بيديلك فرصة ان انت تغير نفسك. عشان خاطر كده بجد لازم نطلع بكلمة اللهم لك الحمد، تطلع كده من القلب وتبقى فرحان بالنعمة دي. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. افرح بفضل الله عز وجل، افرح برحمة الله عز وجل، افرح ان ربنا سبحانه وتعالى عطالك فرصة ان انت تتغير وتستغل الشهر ده بكل ثانية فيه، ووصل لربنا سبحانه وتعالى. علشان خاطر كده شكرا جدا يا رب، شكرا جدا بقولها من قلبي، وشكرا جدا بقولها بلساني. اللهم لك الحمد، وشكرا بكل ذرة في جسمي. هقرب ليك في رمضان وبعد رمضان إن شاء الله، إن شاء الله أفضل على الطريق ده وأقرب لك أكتر، وافتح معاك صفحة جديدة ترضي بيها عني قبل الفطار. لمحمد الغليظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بودكاست أنا نفسي أتغير مع إيمان.